هتاكل الرز بلبن ب 450 فلس بس، والخمس اصناف الاكثر مبيعا بنص السعر. يلا. طب يا جماعه الخير، موجودين حاليا في الرفاع بكواره، بنحضر لكم عروض جباره. فين بقى؟ افتتاح الفرع الثاني لملك السويت حليب وقشطه. حليب وقشطه موجود حاليا يا جماعه مقابل كرك السبعينات في شارع بكواره. غني عن التعريف. الفكره انه بعد نجاح الفرع الاول في الدراز، للي ما يعرفش حليب وقشطه موجودين حاليا في الدراز بعد الدوار الرئيسي بتاع الدراز، موجود تقريبا جنب معجنات ادم، وصورنا له فيديو قبل كده وهو غني عن التعريف. يا جماعه الخير قسما بالله ان الايتمز فيه انا شهادتي مجروحه فيه، سواء كان القشطوطه، الرز بلبن، الكشري، الفته. وطبعا هو ده مش اول مملكه يفتح فيها او مش اول دوله يفتح فيها. موجود في قطر، موجود في العراق، موجود في السعوديه. المهم احنا جايين حاليا علشان افتتاح فرعه الثاني في مملكه البحرين في الرفاع. خلصنا التغطيه للامانه يعني. اسامه كالعاده كالعاده الاوريو تتفوق يا جماعه الخير. القشطوطه ممكن تاخدوها اوريو، ياخدوها لوتس، ياخدوها بيستاشيو. انت موجود معايا في الكلام اللي انا بقوله ده ولا ايه؟ كمل انت وانا بشوف انا شغلي عشان ايه حاج ايه المصدق. ايوه ده الكشري. الكشري الحلو يا مش جماعه. هتلاقيه في مكان تاني بالطريقه دي. ايوه يا جماعه اقسم بالله متروس طبقات. طبعا ده رز بلبن عليه كريمه لباني، عليه كمان باف باستري. ايوه وكمان ده صوص الكندر عليه لوز. شفت حلاوه احسن من كده؟ ده من الاكثر مبيعا عندهم في حليب وقشطه. طبعا اسامه يعني الانسولين في السما دلوقتي باللي انت عملته ده. الفته يا جماعه الخير رهيبه. كمان الكريب ده ممكن تاخدوه بالشوكليت، ممكن تاخدوه مثلا بالبيستاشيو، ممكن تاخدوه بالكندر، ممكن تاخدوه باللوتس. دول اللي عليهم عرض. اقول لكم العرض في الاخر بس خليكم معايا. دي القشطوطه اوريو، ممكن تاخدها لوتس، ممكن تاخدها اي صوص يعجبك، وممكن تاخدها ميكس. حلوين حلوين. ممكن كمان تاخدها فواكه، ممكن تاخدها مثلا فراوله، ممكن تاخدها مانجا. ايوه فراوله شوكليت. الرز بلبن بقى يا جماعه الخير بص شوف الكرمشه، ممكن تاخدوه برضو باي فليفر انتوا تحبوه. يعني مثلا بيستاشيو، ده احنا بنحب البيستاشيو طبعا. ممكن تاخدوه برضو بالمانجا، ممكن تاخدوه بالفراوله، ممكن تاخدوه مثلا لوتس شوكليت. حلوين 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 حلوين. انتوا مفكرين ان الايتمز دي بس اللي موجوده عند حليب وقشطه؟ تبقوا غلطانين. غلطانين ولا مش غلطانين؟ غلطانين غلطانين. عندهم يا جماعه ترند لندن. يا لهوي. وعندهم حاجه كده المنامه. وعندكم حاجه كده المنامه. عندنا حاجه كده اسمها كريم المنامه، وعندنا وافل المنامه، وعندهم وافل هبه المنامه. اي حاجه لها علاقه بالمنامه هتلاقوها موجوده عندهم ان شاء الله. كريب المنامه، كيكه المنامه، هبه المنامه، وافل المنامه موجود عندهم. وافل موجود عندهم كمان. بان كيك. هنا الكريب، هنا البان كيك، هنا الوافل، وهنا الفليفرز اللي انت عايزها. شفت حلاوه احسن من كده؟ لا شفت يا عم. سيب بقى سيب بقى سيب بقى. بس انا هقول لك مانجا الاسماعيلاوي دي مانجا اسماعيلاوي وعلى ضمانتي مش هتكلم فيها كتير. المانجا الاسماعيلاوي احنا بنعرفها. الكنافه دي متحمصه بالسمنه البلدي، ودي الكريمه اللباني. تقريبا فاتحين السوفت اوبننج من يومين ثلاثه. حلو. بس الافتتاح الكبير يوم الخميس، وفاتحين من الساعه 12 للساعه 12. يعني وقت ما تحب تحلي هتحلي. بعد نص الليل اصلا، لان محدش بيعمل كده غير اسامه. زي ما انتم شايفين ده كده. حقيقه انا ما باكلش. ايوه الساعه 3 بالليل تلاقيه بيحلي عادي عادي جدا. اقول لكم العروض. الرز بلبن الساده كده، الساده كده بكام يا اسامه؟ 450 فلس. 450 فلس بس. والكميه دي ب 450 فلس. حلو. هتاخد عليه اي فليفرز، هيحسب لك الاضافه عليه بنص الساعه ويخصم لك النص السعر اللي هم 50%. حلوين. يعني لو حطيت عليه اي فليفرز هيتحسب لك ب 750 فلس. مفيش كده. دي الكشري الحلو، ده الكشري حلو، دي الفته والفته اللي اسامه مش راضي يسيبها. جامده والله. والله العظيم جامده. 5 ايتمز يا جماعه عليهم العرض: الكريب والكشري الحلو والفته والرز بلبن والقشطوطه. عملنا عرض جديد في حليب وقشطه، بقول لك ايه ما تنساش تقلده. ايوه. الرز بلبن بانواعه هيبتدي من 450 فلس، والقشطوطه بطعمها الجامد، ولو هتاخدها اوريو هتستمتع بطعمها. والكشري الحلو بطبقاته رز بلبن وكنافه وكريمه باف باستري غرقان كندر طعمه حكايه. والكريب كنافه غرقان في صوص اللوتس مع رشه وايت شوكليت هتشكرني عليها. والفته الفتاكه رز بلبن عليها القشطوطه متغطيه بالكنافه المتحمصه وغرقانه شوكليت.
وشويه مكسرات يا جماعه حوار. وكل ده بنص السعر، يعني خصم 50%. استعدوا للافتتاح الكبير يوم الخميس، فاظبط ساعتك والحق العرض. انت رايح فين؟ هرجع اقول لك تاني، عجل مصداقيه ده- عشان وانا بالليل وانا قاعد اقيم. تقيم ايه؟ تقيم على السرير؟ المفروض ما بيقيمش على السرير، المفروض بيقيموا في المحل. احنا كنا في المحل صورنا وخلصنا. آه. بقى كان في السرير، ما أنا قاعد بالليل اعمل ايه؟ صح صح. ده يا جماعه من حليب وقشطه. حليب وقشطه تنسوش الافتتاح يوم الخميس الساعه 12 ل 12 بالليل في بقواره مقابل كرك السبعينات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.